زي اللي فاتت من بليتش عرفنا ان اتشيجو واصدقائه دخلوا مجتمع الارواح عشان ينقذوا روكيا، واللي اتحكم عليها بالاعدام خلاص وبينتظروا عشان يتم تنفيذ الحكم فيها. واول لما دخلوا على طول اتشيجو بدا يواجه حاصدين ارواح اقوياء جدا ودخل معاهم في اشتباكات صعبه جدا، بس لغايه دلوقتي اتشيجو قدر ينتصر عليهم. وبنعرف ان في حاجه اسمها القاده ال 13 ودول اقوى حاصدين ارواح في مجتمع الارواح، واحد القاده ده هم اسمه زاراكي كيمباتشي، وكان عاوز يقاتل اتشيجو مهما كلف الامر. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل اتشيجو هيقدر ينتصر على واحد قوي زي ده؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. نرجع تاني لاتشيجو، وساعتها يامادا لما عرف انه عاوز ينقذ روكيا قال لهم انا عاوز اجي معاكم، وكمان انا عارف الطريق للسجن بتاعها. وفعلا بياخدهم لانفاق تحت الارض، انفاق محدش بيستخدمها الا اعضاء الفرقه الرابعه. وساعتها اتشيجو ساله هو انت ليه بتساعدنا؟ يامادا قال له انا عارف حاجات كتير عنك، روكيا كانت بتحكي على عالم البشر وذكرت اسمك اكتر من مره، عشان كده انا بطلب منك انك تنقذ روكيا. وفي ذلك الوقت بيوصل تقرير عند الشينيجامي ان القسم ال11 على وشك الاباده، بالاضافه لبعض الاصابات من باقي الاقسام، وفي معلومات الاثنين من البشر خدوا عضو من الفرقه الرابعه ورايحين لمكان غير معلوم. وساعتها رينجي بيخمن المكان اللي هم رايحين له، فبسرعه بيروح باتجاه هناك. وفعلا لما طلعوا من الانفاق ووصلوا قدام البرج اللي المفروض يكون فيه روكيا، بيلاقوا رينجي واقف قدامهم وقرر يخش مع اتشيجو في قتال حتى الموت. الاثنين بدأ يشتبكوا مع بعض فعلا. وفي ذلك الوقت زاراكي بيكون حاسس بالحرب اللي بتحصل، وبيقوم قايل لو اتشيجو قدر يفوز على رينجي واللي هو نائب القائد ساعتها هعتبر خصمه قوي وهيبقى ند ليا. وفعلا اتشيجو القوه بتاعته بتكون اعلى من رينجي وبيقدر يزنقه في الحيطه. واثناء القتال رينجي قال له انت هتنقذ روكيا ازاي؟ لسه قدامك 12 نائب قائد و13 قائد. اتشيجو قال له انا ههزمهم كلهم وبعد كده هنقذ روكيا، وده اللي خلى رينجي يغير شكل السيف بتاعه وبيضرب اتشيجو وبيطيره على مبنى كده. وساعتها رينجي راح ورا اتشيجو وقام قال له ما تفكرش انك قدرت تنتصر عليا في عالم البشر. نواب القاده لما بيدخلوا عالم البشر بيسمح ليهم باستخدام 20% من القوه بتاعتهم، فانا دلوقتي اقوى 5 مرات من اخر مره حاربنا بعض فيها. والقتال بيستمر ما بينهم، ورينجي ساعتها بيكسر كل اللي حواليه، واتشيجو كل اللي قادر يعمله هو الدفاع، وده لانه لغايه دلوقتي ما هوش قادر يفهم تحركات الزنبكتو الخاص برينجي. وساعتها رينجي قال لاتشيجو روكيا هتتعدم بسببك، انت اللي اخدت منها القوه. بس في الوقت دوت اتشيجو كان عمال يراقب حركات السيف بتاعته وتذكر الكلام بتاع كيسكي، كل ما كان الهجوم قوي فالوقت ما بين كل هجمه هيزيد. نفس المثال في المسدس فيه 6 طلقات والصاروخ في طلقه واحده بس. وساعتها اتشيجو بيلاحظ ان السيف بتاع رينجي بيهاجم على 3 مراحل وبعدها بيضطر يرجع السيف لايده. وساعتها اتشيجو بيستغل الفرصه وبيهاجمه، لكن رينجي بيتفاداه وبيغرس السيف في كتفه. وساعتها رينجي قام قايل له انت بطيء ومش هتقدر تنقذ روكيا. بس بعد كده اتشيجو بيقوم وبيستجمع القوه بتاعته وبضربه واحده بس بيكسر السيف بتاع رينجي الاجزاء وبيسيب رينجي اصابه خطيره جدا. ومن بعدها رينجي ما قدرش يتحرك وبيرجع للزمن لورا، وبدا يتذكر لما كان عايش مع روكيا في واحده من المناطق الفقيره، وروكيا كانت واحده من اصدقائه، عاشوا مع بعض كاصدقاء ومنافسين في القوه، وشافوا لاول مره الشينيجامي قدامهم، اعجبوا بيهم وقرروا لما يكبروا ينضموا لمدرسه الشينيجامي. فهم الاثنين فضلوا يتدربوا كل يوم على امل الانضمام للشينيجامي، وده بعد ما كل اصدقائهم ماتوا في الاحياء الفقيره، وفعلا بيقدروا ينضموا للمدرسه وبيتعلموا كل القدرات بتاعه الشينيجامي. لكن عائله كوتشكي واحده من الاربع عائلات النبيله في مجتمع الارواح بيقابلوا روكيا وبيعرضوا عليها تنضم كعضو في العائله، ولو انضمت ده هيساعدها كتير جدا، هتتخرج من المدرسه على طول وهتدخل فرقه من الفرق ال 13. وساعتها رينجي قال لها طبعا وافقي، الفرصه بتيجي مره واحده في العمر. ده اللي قاله لان عاوز الافضل لروكيا، بس من جواه ما كانش عاوزها تبعد عنه. نرجع بقى للوقت الحاضر، رينجي بيقول لاتشيجو انت اللي سجنت روكيا وعشان كده بكرهك، لكن مش دي الحقيقه، انا اللي سبتها تنضم لعائله كوتشكي، ومن اليوم دهوت كنت بتدرب زي المجنون، وده عشان اتفوق على قوه القائد بياكويا، لكني ما قدرتش اكسب ولا مره. استرجاع روكيا صعب جدا وانا ما اقدرش عليه، عشان كده بطلب منك ارجوك انقذ روكيا، احميها من القائد بياكويا. بس اتشيجو بعد ما سمع الكلام دهوت وبعد المواجهه مع رينجي بيسكت من التعب. وفي الوقت دوت يامادا وجانجو بيوصلوا وبياخدوه وبينزلوا الانفاق مره تانية، وهناك يامادا بيبدا يعالج اتشيجو. وفي ذلك الوقت بيوصل الشينيجامي لمكان رينجي وبياخدوه بيقرروا يعالجوه، بس بياكويا بيجي وبيقول ملهاش لازمه، حطوه دلوقتي في السجن، ما دام هو خسر قدام بشري في معركه فمكان هو السجن، مفيش مكان لضعيف داخل الفرقه بتاعتي. وبعد كده بيظهر قائد الفرقه العشره واللي اسمه توشيرو هيتسوغا، وقام قايل الوضع بقى خطير، نائب قائد بيخسر في المعركه، في حاجه غلط في مجتمع الارواح. اللي حصل ما بين ساسكي ايزن وجين اكيد وراه حاجه، اكيد ساسكي ايزن حاسس ان جين سمح للبشر للدخول عشان جين بيخطط لحاجه. وساعتها بيقوم قايل لواحده اسمها مومو هيناموري، ودي تبقى نائبه قائد الفرقه الخامسه واللي هو ساسكي ايزن، خلي بالك من الفرقه الثالثه وخصوصا جين اتشيمارو. وبعد كده قائد مجتمع الارواح بيطلب الكل لحضور اجتماع وبيعلن فيه ان التهمه اللي على جين اتشيمارو ملغيه، وكل القاده ونواب القاده لازم يدوروا على البشر ويقبضوا عليهم باسرع وقت، وعلشان كده مسموح ليكم باستخدام الزنباكتو واستعمال اقصى القوه بتاعتكم، احنا دلوقتي في حرب شامله. وفي ذلك الوقت اتشيجو بيصحى بعد ما يامادا عالج الجروح بتاعته، وساعتها يامادا قال له كويس كنت بحسب الاصابات بتاعتك كبيره، بس انا لقيت القناع دوت جوه الهدوم بتاعتك وده اللي منع ضربه رينجي باصابتك بجروح خطيره. وساعتها اتشيجو قام قال القناع دوت جه منين؟ ازاي ظهر قناع الهولو؟ وفي ذلك الوقت
هيناموري بتزور ساسكي ايزن القائد بتاعها وسالته وقالت له ايه اللي بيحصل في مجتمع الارواح، هو الوضع رايح على فين؟ قال لها ولا اي حاجه هتحصل. القاده بيرفضوا القرار بتاع بياكويا واللي هو يحط رينجي في السجن، ورينجي هيرجع نائب القائد زي الاول. اكيد مش هنتخلى عن جندي قوي زي رينجي، واكيد برضه البشر هيتقبض عليهم في اسرع وقت. وساعتها هيناموري بتطمن وبتنام عند ايزن. وتاني يوم ساسكي ايزن بيخرج الصبح من غير ما يعمل اي صوت، وبعدها على طول هيناموري بتصحى وقررت تدور على ساسكي ايزن، بس وهي ماشيه بتسمع صوت قطرات بتنزل على الارض. وساعتها بتبص فوق بتلاقي ساسكي ايزن مضروب بعشرات السيوف ومصلوب على الحيطه. وساعتها بتصرخ صرخه بيسمعها الكل وبيجي يشوف المنظر المرعب دوت. وبعد كده جن اتشيمارو بيظهر وبيقوم قايل ايه الصوت العالي ده؟ هو مين اللي معلق ايزن فوق كده؟ هيناموري بتتهم على طول ان هو اللي عمل كده ونقضد عليه باستخدام الزامباكتو، لكن اللي بيعترض طريقها نائب قائد الفرقه الثالثه واللي اسمه كيرا، وقام قايل لا مش هسمح ليكي تلمسي القائد بتاعي. وساعتها جن اتشيمارو قام قايل له جدع يا كيرا وقام ماشي من المكان دهوت. وساعتها هيناموري حاولت بكل قوتها انها تبعد كيرا عشان تروح وراه، بس كيرا بيمنعها وده اللي خلاها تفعل السيف بتاعها وبتفجر المكان. وساعتها كيرا بيقول لها انت اللي بداتي، وبيغير شكل سيفه وقرر يقتلها، بس هيتسوغا بيظهر وبيوقف القتال ما بينهم وامر الجنود بالقبض عليهم هما الاثنين ورميهم في السجن. وساعتها هيتسوغا بيقول لجن اتشيمارو انت كنت على وشك مهاجمه هيناموري، لو قطره دم واحده بس نزلت منها هقتلك. وفي ذلك الوقت سادو بيكون مكمل في ضرب الشينيجامي ومسك واحد فيهم وقدر يعرف منه مكان روكيا، فبيكمل طريقه لهناك، بس بيظهر قدامه رقم 3 في الفرقه الثامنه. فضل يعمل شويه حركات ملهاش لازمه قدامه، فسادو بيضربه ضربه قويه بيطيره بعيد. بس بعد كده سادو بيسمع صوت واحد بيقول له مذهل انت شخص قوي لكن الطريق بتاعك هينتهي هنا، انا قائد الفرقه الثامنه واسمي شينسوي. اما بقى بالنسبه لاتشيجو فهو والبقيه بيخرجوا من نفق مره ثانيه ومش بيلاقوا ولا واحد مستنيهم، فبيكملوا في طريقهم لحد السجن. بس فجاه وقبل ما يوصلوا للسجن بيلاقوا طاقه غريبه بتكون موجوده في المكان ومحدش فيهم بيكون قادر يتحرك. ايوه اصدقائي هو ده كيمباتشي زاراكي، القوه بتاعته احاطت المكان كله لدرجه انهم بيحاولوا يجروا ما كانوش قادرين يتحركوا. وبيسمع الصوت بتاع زاراكي، اتشيجو بيبص له بس فجاه بيختفي وبيظهر من ظهر اتشيجو. وساعتها اتشيجو بيتذكر الكلام بتاع يوروتشي انهم لو قابلوا قائد فاهم حاجه يهربوا، بس اتشيجو ما هوش عارف ازاي يقدر يهرب، اكيد القائد دهوت مش هيسيبني. وبيظهر على كتف زاراكي بنت ودي نائبه قائد الفرقه ال11 واسمها يوتشيرو. المهم اتشيجو بيقول لجانجو اهرب وروح انقذ انت روكيا، وفعلا جانجو بياخد يامادا وبيهرب، واتشيجو بيستعد للقتال ضد زاراكي وبيطلع السيف بتاعه وبيشحن القوه بتاعته. وساعتها زاراكي قال له القوه بتاعتك كويسه بس انا عندي عرض ليك، هسيبك تضربني مره واحده وانا فاتح لك صدري اهو، اعمل اللي انت عاوزه. وفعلا اتشيجو بيهاجمه بكل قوته لكنه ما قدرش حتى يجرحه، وكمان ايدين اتشيجو هي اللي بتنزف ومفيش اي خدش في جسم زاراكي. وساعتها زاراكي قال له خيبت املي فيك يا اتشيجو، انت عارف ليه انت ضعيف؟ لان الرياتسو اللي خارجه من السيف بتاعك اقل من الرياتسو اللي موجوده حوالين جسمي، عشان كده ما قدرتش تاذيني. وفي الوقت دوت يامادا قال لجانجو هو احنا بنهرب ليه؟ احنا لازم نساعد اتشيجو، هو انت ما انتش عارف مين الخصم بتاعه؟ ده قائد الفرقه ال11 واسمه كيمباتشي زاراكي. كيمباتشي دي كلمه معناها محب القتال والقتل، معروف عنه ان اقوى قائد في مجتمع الارواح وفي شائعات بتقول انه بيمتلك الخلود. اما بقى بالنسبه لسادو واللي كان بيواجه شينسوي بيقول له انا وانت مش عاوزين نحارب، ايه رايك تلف وترجع مكان ما جيت؟ سادو قال له مش هقدر لازم اعدي. شينسوي قال له ايه رايك نقعد نشرب كوبايه شاي ونستريح؟ وساعتها سادو بيهاجمه لكن شينسوي بايد واحده بس قدر يبعد الهجوم. سادو بيجرب تاني لكن شينسوي بيتفادى الهجوم. سادو قال مستحيل، ده انا كنت ضارب واحد من شويه رقم 3 في الفرقه الثامنه، اكيد فرق القوه بينه وبين القائد مش كبيره، لكن بالمستوى اللي قدامي فالفرق ما بينهم جبار. وساعتها شينسوي قال لسادو انا لسه عندي رايي، ممكن ترجع او تقعد تشرب معايا شاي. بس سادو ما سمعش كلامه وطلع يجري باتجاهه، لكن فجاه بيلاقي وراه ولمسه لمسه واحده بس بتطيره لاخر المكان. بس سادو ما كانش راضي يستسلم، وساعتها شينسوي قال له انت بتعمل ليه كده؟ ايه الهدف بتاعك؟ سادو قال له هدفي هو انقاذ روكيا. شينسوي قال له هي صاحبتك؟ سادو قال له انا ما اعرفهاش، هي صديقه اتشيجو وانا ممكن اضحي بحياتي من اجله. وساعتها شينسوي قال له خلاص طالما ده رايك يبقى تستحق ان انا استخدم السيف عليك. وساعتها سادو بتقدم باقصى قوته باتجاهه وضرب ضربه قويه جدا لدرجه ان فجر المكان، لكن شينسوي بحركه واحده بس بيقدر يسيبه اصابه خطيره جدا وبينيمه على الارض. وفي ذلك الوقت الاخبار كلها بتوصل لكل القاده ان ساسكي ايزن مات وان الكل لازم يحضر. اما بقى بالنسبه لسادو فكان واقع على الارض ومغمى عليه. وساعتها شينسوي بيؤمر النائبه بتاعته انها تحطه في السجن في الوقت الحالي، وده لان عاوز ياخد منه معلومات. نرجع تاني لاتشيجو اللي بيفشل ان يجرح زاراكي، طلع يجري من قدامه فزاراكي بيهاجمه، واتشيجو بالعافيه كان بيصد الهجوم بتاعه وبيهرب مره ثانيه لان هي دي الحاجه الوحيده اللي هو قادر يعملها. وقعد يقول لنفسه اذا كان السيف بتاعي مش قادر يجرحه فممكن اعمل ايه تاني؟ بس هو بيجري زاراكي بيكسر الحيطه وبيظهر قدامه. السيف بتاع زاراكي القوه بتاعته جباره، وكل ده هو بيحارب بايد واحده بس. وساعتها اتشيجو بيقدر يستخبى منه وقعد يفكر، بس هو قعد يفكر حس باختفاء الطاقه بتاعت سادو. واتشيجو قعد يقول لنفسه هو سادو مات؟ مستحيل يموت، سادو مستحيل يخسر. طب يا ترى اوريو واينو كويسين؟ كلهم هيموتوا
هيموتوا لو انا خسرت. ما عنديش وقت، لازم اهزم زاراكي بسرعه. وفعلا اتشيجو بيخرج لزاراكي واللي بيقول له اخيرا قررت تقاتل. واتشيجو المره ديت بيهاجم زاراكي واخيرا بيقدر يصيبه. وساعتها زاراكي قال له دلوقتي ممكن نقدر نبدا المعركه. وبيهاجم اتشيجو هجمه بتهز الارض وقام ماسك سيف اتشيجو بايده وبدا يسحب اتشيجو عنده، لكن اتشيجو بيقدر يبعد عنه. وبعد كده زاراكي بيختفي وبيجي من ورا اتشيجو، لكن اتشيجو بيصد الهجوم بتاعه. وبنعرف ان زاراكي مركب اجراس في شعره وده عشان يساعد اعدائه في معرفه مكانه. مش بس كده، مغطي عين الشمال عشان يصعب المعركه على نفسه. والاكتر من كده ان الزنبكت الخاص بيه له شكل واحد، هي دي الهيئه الوحيده اللي عنده، مش عنده اي تحول تاني. وساعتها اتشيجو قال له كده كويس، يعني سيفك مش هيزداد قوه في المعركه. وساعتها زاراكي بيهاجمه بس اتشيجو بيصدها، بس السيف بتاع زاراكي كانه بيحفر في السيف بتاع اتشيجو. ومش كده وبس، ده بيقدر يخترقه وبيطعن اتشيجو والسيف بيتكسر. وساعتها اتشيجو بيقع على الارض وزاراكي قرر يمشي ويسيب المكان، بس فجاه الوقت بيقف وبيظهر زانجاتسو وقام قال لاتشيجو انت عاوز تفوز ولا تعيش؟ اتشيجو قال له انا عاوز افوز. فزانجاتسو بينقله داخل العالم بتاعه، بس المره دهيت العالم كان مستقر على عكس المره اللي فاتت اللي كان العالم بينهار فيها. زانجاتسو بيرمي له سيف، بس اتشيجو قال له مش هو ده السيف بتاعي. زانجاتسو قال له قصدك السيف اللي انكسر ساعه المعركه؟ قصدك ده مش هتاخده. وبيظهر واحد شبه اتشيجو بس باللون الابيض هو اللي بياخد السيف، وقام قال لاتشيجو دلوقتي السيف ملك ليا، مش هتاخد السيف الا لما تستحقه. والاتنين بيحاربوا بعض، والشخص الابيض كان قوي جدا بس بنعرف ان مش هو اللي قوي، السيف بتاع زانجاتسو هو اللي قوي، واتشيجو هو اللي ما كانش عارف يخرج القوه بتاعته. المهم الشخص الابيض كان بيحاول يصطاد اتشيجو وبيستخدم السيف كانه سهم، وده اللي خلى اتشيجو يفكر ويقوم قايل انا فعلا ما قدرتش اخرج القوه بتاعت الزنباكتو، انا كنت زي زاراكي معتمد على القوه بتاعتي وبس، لكن دلوقتي انا عاوز احارب جنب زانجاتسو. وساعتها السيوف بتتبدل وزانجاتسو بيظهر في ايد اتشيجو والسيف العادي بيظهر في ايد الشخص الابيض، وبنرجع بقى للعالم الحقيقي. وساعتها الشخص الابيض قال لزانجاتسو انا نفذت اللي انت عاوزه، وبيرجع تاني كجزء من زانجاتس. وساعتها اتشيجو بيقوم وبيكون حوله طاقه كبيره جدا، ومن كتر قوته الارض كلها كانت بتتزلزل. مش بس كده، النزيف اللي عند اتشيجو وقف وقوته رجعت من تاني، واما هاجم زاراكي وقطع كتفه، وكان واضح انه متفوق على زاراكي في القتال وقدر يجرحه مرات عديده. زاراكي فكر بس انه يهاجمه، اتشيجو قدر يسيبه في وشه، بس زاراكي مش يهتم وبدا يكمل القتال بالرغم انه متصاب اصابات كبيره. وهو بيقاتل عمال يقول لاتشيجو انت ازاي قمت تاني، ازاي وقفت النزيف، ازاي زودت قوتك، مش مهم، اهم حاجه انك قوي وقادر تنافسني. وبدا يهاجم اتشيجو وقعد يضحك وقعد يقول اخيرا هقدر اخرج القوه بتاعتي، اخيرا اتلاقيت منافس ليا. وقام شايل عصابه العين بتاعته وإذ فجاه القوه بتغطي المكان كله. وساعتها زاراكي قال لاتشيجو عصابه العين دهيت بتلتهم الرياتسو الخاص بيا، وكميه الرياتسو اللي هو اكلها هستخدمها في القضاء عليك. بس في الوقت دوت اتشيجو زانجاتسو بيظهر من ظهره وبيقول له انت سامع؟ السيف بتاعه بيصرخ بيطلب المساعده لكن هو مش قادر يسمعه، هو مختلف عننا، هو بيحارب لوحده لكن احنا بنثق في بعض. وساعتها اتشيجو بدا يخرج القوه بتاعته بالكامل، وزاراكي هو كمان بيخرج القوه بتاعته، والاتنين بيهاجموا بعض والهجوم بيعمل انفجار في المنطقه كلها. وساعتها اتشيجو بيتصف جنبه وبيسكت، لكن في الحقيقه اتشيجو هو اللي فاز، وده لان زاراكي هو كمان بيسكت. وساعتها يوتشيرو بتظهر وبتشكر اتشيجو وقامت قايله لاول مره اشوف زاراكي بيضحك من فتره طويله، وده اكيد عشان استمتع بالقتال معاك، وبتاخد زاراكي عشان تعالجه. وبعد كده القطه يوتشي بتظهر بعد ما كانت بتراقب المعركه، وبنعرف ان ما كانتش تقدر تتدخل اساسا، وساعتها بتغير من الشكل بتاعها وبتاخد اتشيجو عشان تساعده. وفي الوقت ده زاراكي بيصحى وبيقول ليوريتشي هو انا خسرت؟ يوتشيرو قالت له لا، هو كان بيحارب مع السيف بتاعه وانت كنت بتحارب لوحدك، فالمفروض انت الفايز. وساعتها زاراكي بيقول هل ممكن اكون زيهم؟ ممكن اعرف اسم السيف بتاعي واحارب معاه؟ اكيد ده هيزود من القوه بتاعتي. وبيفضل ينادي على سيفه بس ما بيردش عليه. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان زاراكي كان بيعيش في المناطق الخارجيه، وبنعرف ان كان سفاح ما فيش حد بيقدر يوقفه، واللي ما كانش عندها لا اب ولا ام، وفضلت ماشيه وراه. وساعتها زاراكي بيديها اسمها الحالي واللي هو يوتشيرو. وفي الوقت دوت اونوهانا قائده الفرقه الرابعه واللي هي فرقه العلاج، وبنعرف ان اونوهانا اقوى معالجه في مجتمع الارواح، بتكشف على الجثه بتاعت ايزن وبتاكد انه مات وما فيش اي شك في كده. وعلى الفور مجتمع الارواح بيبدا في التحقيق في الموضوع دهوت. وفي نفس الوقت توشيرو هاتسوغا بيلاقي رسائل كان ساسكا ايزن سابها قبل موته، فبيبعت النائبه بتاعته اللي اسمها رانجاكو لهيناموري عشان تدي الرسائل اللي ساسكا ايزن كان كاتبها لها مخصوص. والرسائل مكتوب فيها انت لو بتقرا الرساله فاكيد انا ميت، وبيقول فيها انه كان مستهدف، وكمان كان كاتب اسم الشخص اللي بيستهدفه وعاوز من هيناموري تنتقم ليه. وفي الوقت دوت جانجو بيوصل للسجن بتاع روكيا وبيضرب الحراس وبيفقدهم الوعي، وبعد كده بيفتح الزنزانه وساعتها بيشوف روكيا قدامه وبيتصدم لان هي دي نفس الشخص اللي قتلت اخوه. وفي نفس الوقت روكيا بتتذكره وبتعرف انها قتلت اخوه، وبتقوم قايله له انا اللي قتلت كاين شيبا، اعمل فيا اللي انت عاوزه وانا مش هقاومك. وساعتها يامادا قال له احنا جايين ننقذها مش نقتلها، اتشيجو بعتنا عشان نساعدها. بس فجاه الكل بيحس برياتسو عملاقه جدا، قائد الفرقه السبعه وصل بياكويا كوتشي. وساعتها جانجو بيرمي يامادا وبيقول له خليك انت جنب روكيا وانا اواجه بياكويا. وفي الوقت دوت اتشيجو بيصحى
بيلاقي القطه يوروتشي جنبه بعد ما عالجت كل جروحه، وساعتها القطه قالت له لو القناع دهوت ما كانش جوه لبسك الاصابات بتاعتك كانت هتبقى خطيره. اتشيجو قال لها قناع ايه؟ ازاي جه تاني؟ انا رميته في الانفاق، ازاي ظهر تاني قدامي؟ وبعد كده اتشيجو قال للقطه يوروتشي انت ازاي عرفتي تجيبيني هنا وانت حجمك صغير كده؟ القطه قالت له عادي، لو انا رجعت الحجم الطبيعي هقدر اشيلك. وفعلا القطه بتغير شكلها وبترجع لشكلها الطبيعي، وبتبقى بنت شينيجامي شكلها حلو جدا، وبنعرف انها جابت اتشيجو باستخدام اداه بتخليها تطير، والاداه دهيت نادره جدا وحتى في مجتمع الارواح. بس فجاه هما بيتكلموا هما الاثنين بيحسوا برياتسو عملاقه، ودي رياتسو اللي خاصه ببياكويا. وساعتها اتشيجو قام قايل انا لازم اروح لجانجو، اكيد بياكويا موجود عندهم. يوتشيرو قالت له لو انت رحت بالاصابات بتاعتك ديت هتموت، بس اتشيجو ما كانش همه وكان مصمم انه يروح، وبيستخدم الاداه بتاعتها واللي بتكون له جناح وبيطير باتجاه الزنزانه بتاعت روكيا. نرجع تاني بقى عند جانجو واللي كان بيحاول يستخدم الالعاب الناريه بتاعته عشان يوقف بياكويا، لكن بياكويا اسرع بكتير، بيقدر يسيبه حتى قبل ما يخرج الالعاب بتاعته. وبنلاقي بياكويا بيخرج السيف بتاعه وبيحوله لالاف القطع وبيشرح بيهم جسم جانجو، وكان لسه هيقتل يامادا لكن اوكوتاكي بيظهر، وده قائد الفرقه ال 12 نفس الفرقه اللي موجوده فيها روكيا، بس هما بيتكلموا هما الاثنين بيحسوا برياتسو عملاقه، وبيظهر من فيهم اتشيجو. وساعتها بياكويا قايل مفيش حاجه اتغيرت، هخلص عليه في ثانيه زي ما حصل اخر مره، وبيتحرك بسرعه الباركو بيجي ورا اتشيجو، لكن اتشيجو المره دي بيقدر يصد الضربه بتاعته. وساعتها بياكويا بيقول له الظاهر كده انك اتطورت، لازم اوريك الفرق اللي بيني وبينك. بس على طول يوريتشي بتظهر وبتمسك السيف بتاع بياكويا، وبنعرف ان يوريتشي كانت في السابق قائده للفرقه الثانيه واختفت من 140 سنه. وساعتها بنلاقي يوريتشي بتهاجم اتشيجو وبضربه واحده بس بتفقده الوعي. بياكويا لا مش هتهربي، والاثنين بداوا يطاردوا بعض، يا ترى مين فيهم هينتصر على الثاني؟ في البدايه بياكويا قدر يمسكها لكنها طلعت مجرد نسخه وبتقدر تهرب من المكان. لما تمشي قالت لبياكويا خلال 3 ايام بس اتشيجو هيرجع اقوى وهيهزمك، وبعد كده بتهرب بسرعه من المكان. وساعتها اوكوتاكي بينادي المساعدين بتوعه وقام قايل لهم رجع روكيا للسجن. وفي ذلك الوقت اوريو واينو بيلاقوا طريقه مبتكره جدا، بيضربوا 2 من الشينجامي وبيسرقوا اللبس بتاعهم، وباستخدام اللبس بتاعهم دهوت بيقدروا يتمشوا عادي في المدينه، لكن اللي هم مش عارفينه ان كورسوتشي كان بيراقبهم. نرجع تاني لاتشيجو واللي بيصحى وبيمسك يوروتشي وبيقول لها عملتي ليه كده؟ دلوقتي جانجو ويامادا وحتى روكيا ممكن يموتوا. قالت له مفيش قدامك اي فرصه انك تواجه بياكويا. قام قايل لها طب ليه ما خدتيش روكيا مكاني؟ قالت له روكيا مش هتقدر تنافس بياكويا لكن انت تقدر، بس لو دربتك لفتره قصيره. واساسا اوكوتاكي كان موجود، هو راجل طيب ورئيس روكيا، فاستحاله يسمح باذيتها. وفعلا يوريتشي بتاخد اتشيجو لمكان كده شبه المكان اللي كان بيتدرب فيه مع كيسكي، وبنعرف ان المكانين كيسكي هو اللي بناهم. المهم بتقول لاتشيجو الزنبكتو له 3 اشكال، اول شكل هو سيف عادي ممكن تلاقيه في اي حته، تاني شكل اسمه شيكاي نفس الشكل اللي احنا شفناه مع ايكاكو ورنجي، وفي شكل ثالث اسمه بانكاي وده شكل بيتقنه جميع القاده ال 13 ما عدا واحد بس وهو كنباتشي زاراكي، وده الوحيد اللي على مر التاريخ اللي قدر يكون قائد من غير ما يتقن البانكاي. السيف بتاعك يا اتشيجو مش عنده شيكاي، بس انت ممكن تتقن البانكاي ولو حصل قوتك هتزيد 10 اضعاف، بس المشكله ان اتقان البانكاي دهوت بياخد 10 سنين، وانا بقى عامله لك خصم هدربك لمده 3 ايام وهتتعلم فيهم استخدام البانكاي. نرجع تاني لاينو اللي من ساعه ما اتصاب فيها الروح الهجوميه بتاعتها وهي كانت بتحاول تعالجه، وده لان علاج الروح بياخد وقت طويل. وبعد كده بتكمل هي واوريو في اتجاه سجن روكيا، لكن بيطلع لهم شينيجامي سكران وبيقول لهم هو انتوا تبع فرقه ايه؟ قالوا له الفرقه ال11. قال لهم انا من الفرقه ال11 وعمري ما شفتكم قبل كده. بيشوف هدومهم وبيلاقي شعار الفرقه ال12 وقام قايل لهم هو انتوا مين بالظبط؟ بس فجاه بيلاقي حد بيضرب على راسه وبيفقد الوعي، ودول افراد من الفرقه ال12 جم عشان ينقذوا زمايلهم. وساعتها اوريو بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ ليه انقذونا مع انهم اول مره يشوفونا؟ وده اللي خلاه يشكوا في الموضوع وطلع يجري باتجاه اينو وقعد يزعلها، بس قبل ما يقدر ينقذها انفجار بيدمر المكان. وبنعرف ان مايوري كورساتشي قال لمجموعه من الفرقه بتاعته واللي هم الفرقه ال12 يقربوا من اوريو واينو وبيزرع فيهم قنابل وفجرهم، لكن الحمد لله اينو بتقدر تصنع حاجز صد الانفجار بالكامل، وكمان قدرت تنقذ الشينيجامي السكران. وساعتها كورساتشي قال درع انا اول مره اشوف التقنيه دهيت، ايه رايك تشتغلي معايا في القسم العلمي او تبقي فار تجارب ايهم اقرب؟ القسم ال12 هو قسم الاختراعات العلميه وعلى مر التاريخ تولى رئاسته شخصين بس قبل ما يكمل كلامه اوريو بيوجه القوس باتجاهه، وساعتها كورساتشي بيقول كوينشي يا ما شفتكمش من زمان، بس خلاص انا مش مهتم بيكم، انا خلصت التجارب بتاعتي عليكم من زمان. وساعتها اوريو قال لي اينو اهرب انت يا اينو. قالت لي مستحيل اسيبك، فقال للشينيجامي السكران خد اينو واهرب، وفعلا الشينيجامي بيعمل كده وشالها وطلع يجري من المكان. في البدايه كورساتشي حاول يوقفهم لكن اوريو بسهم واحد بيفجر ايديه، وساعتها كورساتشي بيشيل ايديه اللي اتفجرت وبيحقن نفسه بماده وبيرجع ايديه تاني. وساعتها اوريو بيبص حواليه مفيش غير كورساتشي والمساعده بتاعته واللي اسمها نيمو، لكنها من ساعه ما وصلت ما اتحركتش من مكانها، وده اللي خلاه يتاكد انها مش هتتدخل في المعركه، وبدا يهاجم كورساتشي فعلا، بس كورساتشي كان عمال يتفادى الهجمات بتاعته وقام قال لاوريو مهاراتك كويسه، اعتقد ان انت من الفئه العليا من الكوينشي. وساعتها بيخرج سيفه وبيطلق اول شكل، سيفه بيتحول لراس طفل بيخرج منها غاز، وبعد كده بدا يهاجم اوريو بس كان ماشي بالتصوير البطيء، واذ فجاه نيمو بتظهر وبتمسك اوريو، وكورساتشي قطعهم وهم
هما الاتنين باستخدام السيف بتاعه، وما كانش همه نيمو خالص، وقام راح لنيمو وقام ضربها ضربه قويه جدا في وشها وقال لها انا قلت لك ما تسيبهوش حتى لو دراعك اتقطع، كان ممكن نقتله بضربه واحده. قالت له انا اسفه بس ممكن تعالجني، الاصابه وصلت للرئه وممكن اموت. بس كوروسوتشي بيضربها ضربه قويه جدا في بطنها وقام قال لها انا اللي صنعتك واقدر اعالجك في اي وقت. وبنعرف ان نيمو واحده من الاختراعات بتاعت كوروسوتشي، جسد صناعي زي اللي روكيا كانت بتستخدمه في عالم البشر، وروح اصطناعيه زي كون الدبدوب صديق اتشيجو. كوروسوتشي بيدمج الاثنين مع بعض وصنع بنت نيمو. اوريو حاول يساعدها لكنه ما كانش قادر يحرك ايديه، وده لان القدره بتاعت السيف بتاع كوروسوتشي بتقطع الاعصاب وبتشل الحركه. وساعتها كوروسوتشي قام قال لاوريو قبل ما تموت انا عندي حكايه عاوز احكيها لك، حكايه اخر كوينشي عملت عليه تجارب. اول لما بقيت رئيس القسم العلمي الكوينشي كان على وشك الانقراض، بس كان في واحد منهم لسه عايش، شخص عجوز وكان بيتعاون مع الشينيجامي، وعشان اخد جثته عطلت الشينيجامي عن مساعدته وسبت الهولو يقتلوه. اخدت الجسد بتاعه وعملت كل التجارب اللي انا عاوزها عليه، حتى كمان اخدت له صوره للذكرى وقام رامي الصوره لاوريو، والصوره كانت لجد اوريو. وساعتها اوريو بيقوم وبيستشيط غضبا وبيخرج كل قوته، وباستخدام قدره عند الكوينشي بتخليه يصنع خيوط بتصلح الاعصاب بتاعت دراعه وبتخليه يتحرك من تاني. وساعتها اوريو بدا يتذكر جده لما علمه التقنيه دهيت، ومن بعدها والده حاول يمنعه من التدريب مع جده. وبنعرف ان ابوه هو كمان كان كوينشي لكنه كان ساب الشغلانه من زمان، وده لانه ما كانش مهتم بيها وشايف ان مهمه قتل الهولو من اختصاص الشينيجامي. ولما اوريو ساله انت ليه مش بتساعد جدي، قال له عشان الشغل والفلوس وعشان اقدر اصرف عليك. نرجع بقى لارض المعركه، اوريو بيخرج السهم مره تانية وبتبدا معركه سرعه مين اللي يصيب التاني اسرع. وساعتها اوريو قرر يستخدم القفاز اللي هو اخده من جده، وبنعرف انه فضل يتدرب عليه لمده 15 يوم قبل الوصول لمجتمع الارواح. وكانت اخر كلمات جده له قبل ما يديهوله انه لو لبس القفاز وفكر يقلعه هيكتسب قوه ضخمه جدا تسمح له انه يقتل اي حد، بس في المقابل هيخسر قوه الكوينشي بالكامل. وفعلا اوريو بيشيل القفاز وبيكتسب القوه، والرياتسو بتاعته بتلعب كوروسوتشي من ضخامتها. كوروسوتشي حاول يهرب لكن اوريو بيضربه سهم واحد بس بينزله على الارض. وساعتها اوريو قام قايل له لو هربت دلوقتي هسيبك تعيش لكن لو فضلت هقتلك. لكن كوروسوتشي قال له انا هوريك الفرق اللي بيني وبينك، وبيمسك السيف بتاعه بيقوم قايل بان كاي، والسيف بتاعه بيتحول لوحش عملاق، وحش بيخرج سم بيقتل كل اشكال الحياه. بس اوريو بسهم واحد بس بيقسمه نصين، وفي نفس الوقت بيدمر الجسم بتاع كوروسوتشي. بس كلنا بنتفاجئ ان كوروسوتشي بيمسك السيف بتاعه وبيطعن نفسه، وبعد كده جسمه بيتحول لسائل وبيهرب من المكان. وبالرغم ان كوروسوتشي هرب لكن اوريو السم بدا ياخد مفعوله في الجسم بتاعه، وده السم بتاع السلاح بتاع كوروسوتشي. بس بعد كده نيمو نادت عليه وقالت له الازازه دهيت فيها مضاد للسم، ولو انت فاكر ان انا بكذب عليك ممكن تشربني شويه من الازازه عشان تتاكد، انا بديك مضاد للسم عشان تسبت كوروسوتشي يهرب. وفعلا اوريو بياخد مضاد السم واثار السم بتروح، بس في نفس الوقت قوه الكوينشي راحت منه هي كمان، وكان بيحاول يمشي عشان يوصل لاينو والبقيه، لكن بيقابل قدامه توسن قائد الفرقه التاسعه واللي بيستخدم البانكاي وفي اقل من ثانيه بيخلص على اوريو. نرجع بقى لاتشيجو واللي المفروض يتدرب لمده 10 سنين عشان يتقن البانكاي، بس يوروتشي وعدته انها تقلل المده 3 ايام بس. وبنعرف ان اغلب المده عشان الشينيجامي يقدر يتحول لبانكاي هي الشينيجامي يقدر يظهر شكل الزامباكتو، يعني يخليه يتجسد قدامه في العالم الواقعي. وبنعرف ان كيسكي اخترع دميه بتقدر في ثانيه تجسد الزامباكتو، فيبقى فاضل خطوه واحده وهي التغلب على الزامباكتو والتحول لبانكاي. وفعلا اتشيجو بيطعن الدميه بالزامباكتو وزانجيتس بيظهر، وقام قال لاتشيجو معركتي معاك هتكون بالسيف، هتقدر تكسبني باستخدام سيف زانجيتس، وهتلاقيه موجود بين السيوف الكتيره اللي قدامك، اي سيف هتستخدمه اكسره بسهوله، سيف زانجيتس الوحيد هو اللي ممكن يهزمني، لازم تعرف تلاقيه. والمعركه بتبدا، اتشيجو بياخد اي سيف وبيجربه بس بيتكسر على طول فبياخد غيره، وهكذا وهكذا. وفي ذلك الوقت رينجي واللي بقاله 4 ايام في السجن لدرجه ان معظم الجروح بتاعته اتعالجت بيظهر جنبه تجسيد الزامباكتو الخاص بيه، قدر من خلال التدريب بتاعه كتير ان السيف يتجسد له، وفاضل بس ان رينجي ينتصر عليه عشان يقدر يكتسب البانكاي. وفي نفس الوقت دوت يوتشيرو بتلاقي الشينيجامي اللي كان شايل اينو، وقامت قالت له هو انت رايح على فين؟ اللي معاك دهيت من البشر هاتها معاك لان زاراكي عاوز يقابلها. وفعلا هو ده اللي بيحصل، وزاراكي بعد ما عالج الجروح بتاعته وعارف ان اتشيجو لسه عايش فقرر انه يساعده في المهمه بتاعته، وبكده يقدر يقتله مره تانية. اما بقى بالنسبه لاوريو فبيصحى وبيلاقي نفسه في السجن، ومعاه في السجن جانجو وكمان سادو، كلهم محبوسين ومفيش ولا واحد فيهم ميت، فاكيد مجتمع الارواح حطهم في السجن عشان يحقق معاهم، وده اللي خلاهم يتاكدوا ان اتشيجو واينو لسه احياء. وفي نفس الوقت نامري بعد ما قرات الرسائل اللي سابها ايزن بتتذكر زمان لما كانت في المدرسه، كانت عايشه مع القائد هيتسوغا ايام لما كان بيلعب في الشارع ولسه قوته مظهرتش، وهي اللي كانت بترعاه. وفي المدرسه كانت صديقه لكيرا ورينجي، وواجهوا مع بعض مجموعه من الهولو واللي بيظهروا من العدم داخل مجتمع الارواح، ودي كانت اول مره تحصل. الهولو قتل الحراس وقدروا يحاصروهم وكانوا على وشك قتلهم، لكن بيظهر ساسكا ايزن ومع المستشار بتاعه جين اتشيمارو، واللي بنعرف ان هو كان مساعد ايزن زمان والمستشار بتاعه، وبعد كده اترقى وبقى قائد. ساسكا ايزن وجين في ثواني قدروا يقتلوا كل الهولو، ودي كانت اول مره هيناموري تقابل ساسكا ايزن، ودي كانت اللحظه اللي بدات
وبدأت تحبه فيها. نرجع بقى للوقت الحالي، هينامري بيتكسر السجن اللي كانت محبوسة فيه وبتقدر تهرب، وفي نفس الوقت برضه جين بيدخل السجن وبيكسره وبيحرر النائب بتاعه كيرا. بس الخبر ده بيوصل لهيتسوجا اللي في ناس هربت من السجن، فبسرعة بينتقل لموقع الفرقة الثالثة وبيلاقي جين حرر كيرا وقام قايل له زي ما انا توقعت انت اللي ساعدت كيرا ان يهرب من السجن، كويس اللي انا وصلت قبل هينامري، انا هقتلك قبل ما تيجي. بس فجأة هينامري بتوصل وبتنزل وسطهم وقامت قايله له اخيرا لقيتك، هنتقم منك على قتل القائد ايزن، وبتخرج سيفها وبتحطه قدام هيتسوجا. وبنعرف ان ساسكا ايزن قال لها في الرسالة ان اعدام روكيا مجرد خطة للتحكم في شيء، والهدف الحقيقي هو سوكيوكو واللي هو نصل الاعدام، وده لان اثناء الاعدام الختم بيتشال من سوكيوكو، واللي بنعرف ان نصل الاعدام دهوت له قوة بتساوي 1000 زامباكتو، وكمان لما بيقتل شينيجامي القوة بتتضاعف 10 مرات فبيكون بقوة 10000 زامباكتو. وبقية الرسالة بتقول ان الشخص اللي عاوز يعدم روكيا خطته هي تدمير مجتمع الارواح، واسم الشخص دوت هو هيتسوجا. وفي اخر الرسالة كان كاتب ان راح يقابل هيتسوجا في القاعة الغربية، ولو ما رجعش من المقابلة يبقى اكيد هيتسوجا هو اللي قتله، عشان كده بيوصيها في الرسالة باكمال المهمة وقتل هيتسوجا. وفعلا هينامري بدأت تهاجمه، هيتسوجا قعد يقول لها فكري ساسكا ايزن مستحيل يدخل معركة ممكن يخسرها، بس هي ما كانتش سامعة اي حاجة وفضلت تهاجم هيتسوجا. وجين اتشيمارا قعد يضحك وهو شايف اللي بيحصل، وساعتها هيتسوجا قال له اكيد انت اللي ورا الموضوع دهوت. بيحاول يهاجمه بس هينامري بتقف قدامه فبيضربها بايديه وخلاها تفقد الوعي. وبعد كده قال لجين في الاول انت قتلت ساسكا ايزن وبعد كده خدعت هينامري وخليتها تهاجمني. جين قال له لو انت سحبت السيف بتاعك هضطر اوقفك وممكن اقتلك خلال المعركه. وساعتها الاثنين فعلا بدأوا يشتبكوا مع بعض يا اصدقائي. الزنبقت الخاص بجين عنده قدره على التمدد، اما بقى هيتسوجا فهو اصغر قائد في تاريخ مجتمع الارواح، وسيفه بيقدر يكون التلج لدرجه ان ممكن يكون تنين كامل من التلج. وبعد كده جين بيمدد السيف بتاعه وهيتسوجا بيتفاداها، لكن الضربه كانت رايحه باتجاه هينامري، بس في اخر لحظه بتظهر رانجيكو نائبه هيتسوجا وبتصد الضربه. جين اول لما شافها وقف القتال ومشى من المكان، وده لانهم كانوا متربيين مع بعض واستحاله يحاربها تحت اي ظرف. نرجع تاني لاتشيجو واللي بعد ما اتدرب لمده طويله بيستريح شويه وبدا يسال يوروتشي لما كنت بتدرب مع كيسكي لقيت معاه زامباكتو، ازاي هو معاه زامباكتو؟ قالت له سهله، كيسكي كان واحد من الشينيجامي. في الحقيقه كيسكي هو القائد السابق للفرقه ال 12 وكان اول رئيس لقسم التطوير، وكروسوتشي كان النائب بتاعه زمان، وده اللي خلى اتشيجو يستغرب من الكلام دهوت. المهم اتشيجو رجع تاني يتدرب مع زانجاتسو، بس إذ فجاه وهم بيتدربوا رينجي بيظهر في ساحه المعركه. رينجي قال له ما تخافش انا حسيت بالرياتسو بتاعتك فجيت عشان اشوفك وبالمره اتدرب شويه، انا كمان عاوز اتقن البانكاي، وده لان انت في الغالب مش هتقدر تنقذ روكيا. وانت عارف ليه؟ لان موعد اعدام روكيا اتعدل، موعد اعدام روكيا هيكون بكره مع شروق الشمس. وفي ذلك الوقت روكيا بتكون قاعده في السجن بعد ما وصل لها خبر اعدامها وعماله تبص في السقف وتتذكر اسوأ الذكريات عندها، وده لما قتلت اخو جانجو واللي كان اسمه شيبا كاين. نرجع تاني لاتشيجو واللي بنعرف ان خبر اعدامها ما اثرش فيه بل اداله الدافع ان يزود في التدريب، وفي نفس الوقت زاروكي بيبدا الخطه بتاعته فبيتجه هو والفرقه بتاعته لمكان السجن وبيكسره وبيحرر اوريو والبقيه. وفي نفس الوقت دهوت الاخبار دهيت كلها بتوصل لاثنين من القاده وهم توسن قائد الفرقه التاسعه وكومامارو قائد الفرقه السبعه. الاثنين مع نواب القاده بيروحوا يقطعوا الطريق على زاروكي وبيقولوا له هو انت واخد البشر ده هم على فين؟ حصل لك ايه بعد ما خسرت المعركه بتاعتك قدام البشر؟ وساعتها زاروكي ما كانش خايف منهم وقال لهم هو انت اربعه ضد واحد مفيش مشكله، هاجموني انتم الاربعه مره واحده. وفي الوقت دوت يوتشري بتاخد البقيه وبيهربوا وايكاكو وميتشي بيرجعوا ومايلين مش هنقدر نمشي لازم نحارب احنا كمان، القاده يحاربوا القاده ونواب القاده يحاربونا. فايكاكو هيقاتل ايبا نائب قائد الفرقه السابعه ويوميشكا هيحارب هيساجي نائب قائد الفرقه السادسه. بس بالله مامورا بيخرج السيف بتاعه بيشق الارض من تحتهم، وتوسن بينسخ السيف بتاعه الالاف النسخ وبيوجهها على زاروكي، وبالرغم ان زاروكي اتطعن بالسيوف قام قايل لهم هو ده كل اللي عندكم. نرجع تاني لرينجي واتشيجو، بنعرف ان رينجي خلص التدريب بتاعه وقام قال ليوروتشي هو اتشيجو هيلحق؟ قالت له ما اعرفش، لكن اللي انا شايفاه قدامي انه عنده عزيمه يقدر بيها ينافس كل القاده، والقتال ما بينه وما بين زانجاتس كان مستمر وده بهدف اتقان البانكاي. نرجع تاني لزاروكي، الاتنين بيهاجموا مع بعض بس زاروكي بيصد الضربه بتاعتهم وقام ضارب توسن ضربه قويه جدا برجله طيره بعيد وبيقلب كيمامورا على الارض. وساعتها توسن قال لكيمامورا ارجع انت، انا استخدم عليه البانكاي في 3 طرق عشان تكون قائد في مجتمع الارواح. الاولى تخضع لتدريبات تحت اشراف 3 من القاده، الثانيه 6 من القاده يرشحوك للمنصب، والطريقه الثالثه انك تقتل قائد وتحل محله، ودي الطريقه اللي زاروكي خد بيها منصب قائد الفرقه ال11. توسن بيستخدم البانكاي فعلا وبيصنع مجال اسود بيغطي المكان وبيقرب من زاروكي وقطع كتفه، وزاروكي ما كانش قادر يشوف ولا حتى يسمع. هي دي قوه البانكاي بتاعه، صناعه مجال بيمنع الحواس ال5 والوحيد اللي بيقدر يحس جوه المجال دهوت هو توسن. بس بالرغم ان زاروكي ما كانش بيشوف اي حاجه الا انه حاول يضرب الارض وحاول يلاقي توسن، بس توسن كان عمال يستغل الفرصه ويسيبه مره ورا الثانيه. بس واحده واحده زاروكي قدر يتفادى الضربات بتاعه توسن، اول لما السيف بتاع توسن بيلمسه بيقدر يتفادى معظم الهجوم، لكن بالطريقه ديت مش هيقدر يفوز برضه، وعلى طول بيلاقي طريقه
طريقة عشان يمسك توسن، والطريقة هي ان يسيب نفسه فتوسن بيهاجمه وبيطعنه. ساعتها زاركي بيمسك توسن، بيلمس السيف بتاعه وحواسه الخمسة بترجع له وبيشق توسن لنصين، وقام قال لتوسن انا لقيت طريقة لهزمتك، حاول تاني وكل ما تصيبني هقدر امسكك. وفعلا بيهاجمه تاني وزاركي بيمسكه وبيصيبه اصابة خطيرة جدا، وساعتها البانكاي بيختفي. بس قبل ما زاركي يقتله كومامارو بيتدخل، وبنعرف ان كومامارو في الاصل ثعلب بس حاطط قناع عشان يخفي وشه. بس بعد كده كومامارو بيعمل البانكاي الخاص بيه وبيستدعي شخص عملاق بيستخدم سيف، وهو وزاركي بيخشوا في معركة صعبة جدا ضد بعض. وفي نفس الوقت دوت هيساجي بيقدر يهزم يوماتشيكا، وساعتها يوماتشيكا قال له تعرف ان انا المقعد الخامس في الفرقة ال11، جه الوقت بقى اللي انا اوريك قوتي. وفي اقل من لمح البصر بيقدر يهزم هيساجي. نرجع بقى لرينجي اللي بنعرف اللي بعد ما خلص التدريب بتاعه بيتوجه للمكان بتاع سجن روكيا، بس فجأة بيحس بقوة ضخمة بتخليه مش قادر يتحرك من مكانه، وبيظهر له بياكيا واللي بيقول له هو انت رايح فين؟ رينجي قال له انا رايح انقذ روكيا. بياكيا قال له مش هسمح لك، وبيجي وراه في اقل من ثانية وبيحاول يهاجم رينجي، بس رينجي بيصد الضربة. وساعتها بياكيا قرر يستخدم القدرة بتاعته، بس رينجي بيهاجمه قبل ما يستخدمها. وساعتها رينجي قال لبياكيا الشخص الوحيد اللي كان نفسه يتفوق عليه هو انت، وبيستخدم البانكاي. وبنعرف ان رينجي قدر يوصل للبانكاي بعد ما اتدرب فترة طويلة جدا، وبياكيا اول واحد يشوف البانكاي بتاعه. وفعلا رينجي بدأ يهاجم بياكيا، بس بياكيا قدر يتفادى الضربة. رينجي بيكمل الهجوم بتاعه وبيدمر كل المباني اللي حواليهم، وساعتها بياكيا باستخدام القدرة بتاعته حاول يقطعه ويقسمه الاجزاء، بس البانكاي بيتجمع مرة تانية. السلاح على شكل مفاصل ممكن ينفصل ويتجمع في اي وقت. رينجي بيهاجمه من تاني، بس المرة ديت بياكيا بيعمل تعويذة وغطى المكان كله بالدخان. بيشوف الظل بتاع بياكيا فبيحاول يهاجمه، لكن بياكيا بيوقفه بالسيف بتاعه، وقام قال لرينجي البايكاي بتاعك مجرد حجمه وبس، وباين عليك انك لسه مكتسبه جديد ومش قادر تتحكم فيه، انت لسه غير مستعد للقتال بالبانكاي. وبيعمل تعويذة سحرية وبيقيد رينجي، وبيخرج السيف بتاعه وبيستخدم البانكاي، وساعتها السيف بتاعه بيغوص في الارض وبيتحول لمئات السيوف، كلهم بيتفتتوا بيتحولوا لملايين الشفرات اللي بتهاجم رينجي وبتشرح جسمه. رينجي حاول يرجع البانكاي مرة تانية، بس بياكيا بيغرس في السيف وبيحسره على الارض، وقام قال لرينجي لو اتحركت تاني مش هرحمك، وهسألك مرة تانية انت لسه عاوز تنقذ روكيا؟ رينجي قال له طبعا انا وعدت نفسي اللي انا انقذها، وبيتحرك باتجاه بياكيا، بس قبل ما يوصل له السيف بتاعه بيتكسر وبيفقد الوعي. وفي ذلك الوقت كان بيتم نقل روكيا من مكان سجنها لمكان الاعدام، وساعتها هي بتحس باختفاء الرياتسو الخاص برينجي، وقامت قايله لنفسها اكيد لا، اكيد رينجي مش هيموت بالسهوله ديت. بس إذ فجاه بيظهر قدامها جين اتشيمارو، وقام قال للحراس ازيكم يا شباب انتوا رايحين تعدموها؟ وقام قال لروكيا شكل رينجي لسه عايش، كل الناس عاوزه تنقذك، فهل انت عاوزه تعيشي؟ انا عندي طريقه ممكن انقذك بيها. وساعتها روكيا بتستغرب من كلامه فقرب منها وقال لها كنت بضحك عليكي، اشوفك في ساحه الاعدام، وقام ماشي وسايبها، وده اللي خلى روكيا تتضايق جدا. وفي نفس الوقت دوت رينجي بيفوق بيلاقي يامادا قدامه بيعالج الجروح بتاعته. رينجي كان بيشكره، بس يامادا قال له مش انا اللي عالجتك، لما جيت كان في واحد عالج كل الجروح بتاعتك، واتوقع ان الشخص دوت كان القائد اونوهانا. نرجع تاني لروكيا بيتم نقلها خلاص لساحه الاعدام، وقاده مجتمع الارواح كانوا حاضرين الاعدام، وعددهم كان 4 من القاده و3 من نواب القاده. القائد ياماتو وده قائد مجتمع الارواح كلهم بيسال روكيا وبيقول لها عندك اي امنيه قبل ما اعدمك؟ قالت له انا عاوزه البشر يرجعوا العالم بتاعهم، اتمنى مجتمع الارواح مش يأذيهم. ياماتو قال لها خلاص اعتبري ده حصل، بعد ما اعدمك هرجعهم عالم البشر. بس بنعرف من القاده التانيين انها كانت مجرد كذبه وهيقتلهم بعد اعدامها، وفعلا بيتم اطلاق سوكيوكو واللي هو نصل الاعدام، وبيتم رفع روكيا للسماء والسوكيوكو بيشتعل بالنار، وهو ده الشكل الحقيقي للسوكيوكو شبه العنقاء بالظبط، وده اللي بيتم بيه اعدام جميع المجرمين. روكيا في لحظاتها الاخيره بدات تتذكر حياتها، قابلت رينجي وبياكيا وانضمت لعائله كوتشكي، راحت عالم البشر وتعرفت على اتشيجو واصدقائه، لكن كل ده هينتهي دلوقتي. بس لا والله، اتشيجو بيجي في اخر لحظه وبيصد سوكيوكو. السوكيوكو بيهاجم مره تانية، بس اوكوتاكي بيجي بيربط السوكيوكو وبينضم لقائد شينسوي، وساعتها اوكوتاكي بيستخدم السلاح بتاعه وبيدمر السوكيوكو، واتشيجو بيدمر القيود بتاعت روكيا وبيحررها. روكيا قالت له هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لها هنهرب، وبيرميها زي الكوره باتجاه رينجي اللي هزم كل الحراس. رينجي ساعتها مسكها وحاول يهرب من المكان، نواب القاده حاولوا يمسكوه، بس اتشيجو بيقف قدامهم بيضرب واحد فيهم والتاني بيقلبه على الارض والتالت بيضربه في بطنه، التلاته بيناموا على الارض. بياكيا بيهاجم، بس اتشيجو بيمسك الزنبكتو بتاعه بيصده، والقتال هيبدا ما بينهم هما الاثنين. وفي نفس الوقت ياماتو بيقف قدام اوكوتاكو شينسوي وقام قايل لهم الشخص اللي هرب كان نائب قائد، ممكن اي حد ياخد مكانه، لكن انتوا الاثنين قاده وعملتم اشياء مش ممكن اتجاهلها. وساعتها شينسوي قال لاوكوتاكي جه وقت الخطه البديله، يلا نهرب. وساعتها ياماتو بدا يطاردهم وقفل عليهم الطريق، وبنعرف انهم كانوا بيبعدوا عن المكان دهوت عشان يقتلوا ياماتو في مكان محدش يتضرر فيه، لان ياماتو دهوت قوي جدا والمعركه ضده هتدمر كل حاجه، ده لان ياماتو اقوى شينيجامي في عالم الارواح. وبنعرف ان ياماتو كان معلم ليهم هما الاثنين، وهم كانوا اقوى طالبين في المدرسه. شينسوي كان معروف عنه انه بيحب البنات،
واوكيتوي كان معروف بالمرض اللي عنده ومشهور بين كل الطلاب، ولو حاربوا جنب بعض مفيش حد يقدر ينافسهم، وخدوا منصب القائد بعد التخرج وكانوا بمثابة اطفال لياماتو. لكن دلوقتي لازم يعاقبهم، بيحول العصاية بتاعته لزامباكتو. في البداية قالوا له احنا مش لازم نحارب، احنا عملنا الصح، اعدام روكيا ما كانش صح. ياماتو بيقول لهم القانون هو القانون وتنفيذه واجب عليا، وبيخرج قوة الزامباكتو واللي يعتبر اقوى سيف ناري داخل مجتمع الارواح. وفي نفس الوقت اوكوتاكي بيسحب الزامباكتو الخاص بيه واللي بيكون عبارة عن زامباكتو على شكل سيفين، وشينسوي نفس الوضع مع زامباكتو بيتكون من سيفين. فياماتو ساعتها بيحيط المكان كله بالنار وبتبدا المعركة ما بينهم. وفي ذلك الوقت اونوهانا بتاخد جميع نواب القادة اللي اتصابوا وبتنقلهم للمستشفى عشان يتعالجوا، وبتقول للنائبة بتاعتها تعالي ورايا في مكان مهم جدا لازم اروحه. وفي نفس الوقت دوت سوا فونج هي قائدة للفرقة التانية بتحاول تتدخل في معركة اتشيجو، لكن بيظهر واحد بيبعدها عن المكان، والشخص ده هي يوروتشي. يوروتشي في السابق كانت القائدة للفرقة التانية وسوا فونج كانت النائبة بتاعتها، وبعد اختفاء يوروتشي سوا فونج خدت مكانها واصبحت هي القائدة الجديدة. سوا فونج بتقول لها انت اللي كنت بتساعد البشر، لو الموضوع ده اتعرف فكل عضو من اعضاء العائلات النبيلة الاربعة هيطاردك لحد ما تموتي. وبالله سوا فونج بتستدعي جميع اعضاء الفرقة بتاعتها واللي في نفس الوقت هم اعضاء في الشرطة والقوات الخاصة، بس يوروتشي في اقل من ثانية بتطيرهم كلهم. وبعد كده سوا فونج بتهاجم ويوروتشي بتصد الضربة، بس سوا فونج في لحظة بتختفي وبتظهر ورا يوروتشي وبتغير من شكل السيف بتاعها، فيوروتشي بتحاول تهرب لكن سوا فونج قدرت تطعنها. وبنعرف ان الشكل الاول للزامباكتو الخاص بسوا فونج شبه الخنجر، ولو قدر يصيب واحد مرتين في نفس النقطة هيقتله فورا. وفعلا بتحاول تهاجم يوروتشي مرة تانية بس يوروتشي بتتفادى الهجوم وبتهرب من المنطقة، بس سوا فونج بتطاردها وبتصيبها اكتر من مرة في اكتر من مكان. يوروتشي بتلف لها وبتحاول تضربها بس سوا فونج قدرت تثبت ايديها وبتطعنها للمرة الخامسة، وده اللي خلى يوروتشي تقول لها غالبا كده هضطر اظهر قدرتي، خلي بالك انا مش قادر اتحكم فيها فممكن اقتلك بالغلط. وفعلا بتهاجم هجوم قوي جدا وبتدمر المنطقة اللي حواليهم. سوا فونج حاولت تصيبها فيوروتشي بكل سهولة بتمسك ايديها. سوا فونج قالت لها ازاي انت مختفية من 140 سنة، ازاي لسه اقوى مني، ازاي بعد كل التدريب دهوت مش قادرة انتصر عليكي. وبنعرف ان يوروتشي كانت عضوة في واحدة من الاربع عائلات النبيلة واللي هي عائلة شيهون، والعائلة التانية هي عائلة كوتشكي. سوا فونج كانت شايفاها كمثل اعلى عاوزة تخدمها بكل قوتها، فبدأت تتدرب كل يوم، وساعتها يوروتشي بتشوفها وبتعجب بيها وقررت تخليها النائبة بتاعتها وبتعاملها زي صاحبتها ولا كأنها القائدة بتاعتها. بدأت تدربها بنفسها وزودت من قوتها، بس في يوم يوروتشي اختفت، محدش عارف اختفت ليه ولا حتى راحت فين. وساعتها سوا فونج اعتبرت دي خيانة وبدأت تتدرب عشان تزود قوتها وتقدر في يوم تنتقم منها. ده اللي كان سوا فونج بتقنع نفسها بيه، لكنها في الحقيقة بتلوم يوروتشي انها هربت وسابتها، وبكده المعركة بتنتهي بفوز يوروتشي. نرجع بقى لاتشيجو واللي كانت المعركة ما بينه وما بين بياكيا مشتعلة، وساعتها بياكيا بيحاول السيف بتاعه الشفرات بس اتشيجو بيهاجمه وبيبعدهم كلهم وبيسيب ايدين بياكيا، ودي تقنية اتعلمها من زانجتس واسمها جيتسوجا تانشو. بياكيا قال له هو ده كل اللي عندك؟ يبقى جه الوقت اللي انا اوريك البانكاي بتاعي، وبيرمي السيف بتاعه وبيغوص في الارض وبتظهر مئات السيوف حواليه وبتتحول لملايين الشفرات. اتشيجو حاول يهاجمه لكن الشفرات اتجمعت وصدت الهجمة بتاعته، وبتتجمع مرة تانية وبدأت تهاجم اتشيجو وفي نفس الوقت بتدافع لانها بتغطي مساحة كبيرة. اتشيجو لما فكر يصده من قدامه ظهرت من ظهره وفي الاخر احاطت بيه واصابته، وساعتها اتشيجو قال لبياكيا شكلي مش هقدر اكسبك من غير البانكاي بتاعي، وده اللي خلى بياكيا اتصدم، اكيد واحد زيك مش قادر يتقن البانكاي. اتشيجو بيفجر المكان من حواليه وبيقوم قايل بانكاي. البانكاي دوت بيخليه يلبس معطف اسود والسيف بتاعه بيتحول للون الاسود. بياكيا بيحاول يستخدم القدرة بتاعته بس في ثانية اتشيجو حط السيف على رقبته وقام قايل انا ممكن اقتلك بس هنكمل قتال ونشوف مين فينا الاقوى. بياكيا قال له اللي في ايدك دوت ما هوش بانكاي، عمري ما شفت بانكاي بالشكل دهوت، انا هخليك تندم انك ما قتلتنيش لما كان عندك الفرصة. وبدأ يهاجم اتشيجو بس اتشيجو كان بيتفادى الهجمات بتاعته، سرعته زادت جدا وقدر يصد كل الشفرات، بيتحرك اسرع من الشفرات نفسها، وحتى لما حطته الشفرات قدر يصدهم بضربة واحدة. ومن تاني بيظهر من ظهر بياكيا واما هاجمه بس بياكيا مسك السيف بايديه وقام قايل له انا معترف اللي معاك بانكاي وعشان كده استخدم عليك كل قوتي. وبيستخدم البانكاي من تاني بس بيحاوط المكان بالاف السيوف، والسيوف ما كانتش بتهاجم اتشيجو، وبياكيا يستخدم السيوف دهيت عشان يقتله بايده، والمعركة بتستمر ما بينهم، معركة بتكون ملحمية جدا بس واضح ان بياكيا افضل بكتير في استخدام السيف. والمشكلة ان سرعة اتشيجو بدأت تقل بالتدريج، ما بقاش عارف يجاري بياكيا في السرعة، وساعتها بياكيا بيجيب سيف وبيغرسه في رجل اتشيجو وبيطلع كمية طاقة من ايديه وبيخرم كتف اتشيجو، ومن بعدها اتشيجو ما كانش قادر يشيل السيف، حتى اتشيجو قوته وسرعته كانوا بيقلوا، وساعتها بياكيا كان هيخلص عليه. اتشيجو قعد يقول لنفسه انا لازم اتحرك والا هموت، لو ما اتحركتش كل اللي عملته هيروح، تدريبي هيكون بلا فائدة. وساعتها بياكيا بيهاجمه بس اتشيجو بيمسك السيف بتاعه من غير حتى ما يتجرح، وبيتكون على وشه قناع الهولو وصوته بيتغير. بياكيا قال له هو انت مين؟ اتشيجو قال له انا بدون اس. بيهاجم بياكيا وبيقطعه، وقام قال لبياكيا اتشيجو كان بيستخدم البانكاي غلط وانا هستعمله بالطريقة الصح.
وبيستخدم جيتسوجا تنشو اكتر من مره وبيقدر يمسك بياكيا وبيجرحه. بياكيا بيقول له الرياتسو الخارجه منك والقناع مختلفين جدا، هو انت هولو؟ اتشيجو قال له مش لازم تعرف. بس إذ فجاه اتشيجو بيفوق وحاول يكسر القناع وبيقول للشخص المتحكم في جسده مش تتدخل في المعركه. قال له سيبني انا اللي هنقذك في المعركه، انت من غيري هتخسر. بس اتشيجو بيقدر يكسر القناع وهو اللي بيتحكم في جسده. وقام قال لبياكيا اسف مش انا اللي كنت بقتلك، تعال نكمل باقي القتال. وده اللي خلى بياكيا يخرج كل قوته واتشيجو هو كمان بيخرج كل قوته والاتنين بيهاجموا بعض. الاتنين بيتصادموا مع بعض وسيف اتشيجو بيكسر سيف بياكيا وبيخترق بياكيا. بياكيا قال له عاوز تعرف انا ليه عاوز روكيا تتعدم؟ لان من يخطئ يجب ان يحاكم. دي قاعده اتعلمتها في حياتي وبحاول اطبقها. القوانين اهم حاجه اتربيت عليها وحاولت احافظ عليها. اتشيجو قال له لو القوانين هتاذي اختي هحارب عشان اغير القوانين. وساعتها بياكيا بيقول له انا خسرت، انت الفائز في المعركه ومن هنا ورايح مش هطارد روكيا تاني. وبعد كده اينو والبقيه وصلوا واينو بدات تعالج الجروح بتاعت اتشيجو. اخيرا اتشيجو انتصر يا اصدقائي. وفي ذلك الوقت هيتسوجا بيروح مع رينجوكو للهيئه 64 ودي محكمه مكونه من 64 عضو بيصدروا القوانين اللي بتتحكم في مجتمع الارواح وبيحاكموا بيصدروا العقوبات على المجرمين. وهم دول اللي امروا باعدام روكيا وهم اللي عدلوا موعد الاعدام وخلوه اسرع. هيتسوجا بيكسر البوابه لكن مفيش جرس انذار اشتغل وده اللي خلاهم يقولوا في شيء غريب. ولما دخلوا اتلاقوا في 46 عضو معدومين من اثار الدم بتاعتهم باين انهم ماتوا النهارده الصبح وقت الاعدام بتاع روكيا. بس ازاي؟ وبنعرف ان من بعد هزيمه رينجي على ايد اتشيجو تم اصدار امر بالحرب وبوابه المحكمه بتتقفل والمفروض ما كانش في حد يقدر يقرب منها. فده معناه ان القرارات اللي كنا بناخدها كانت مزيفه وكان في حد بيتحكم في المحكمه من قبل وصول اتشيجو لمجتمع الارواح. بس يا ترى مين اللي عمل كده؟ بس إذ فجاه بيظهر قدامهم كيرا وده اللي خلاهم يطاردوه بس هو كان بيهرب. هيتسوجا حس ان في حاجه غلط وده اللي خلاه يقول لرانجوكو كملي انت وراه وانا اروح اشوف هيناموري. هيتسوجا بيمشي فكيرا بيقف وبيقول لرانجوكو انا ما اقدرش اواجه هيتسوجا بس اقدر افوز عليكي بسهوله. وبيغير شكل السيف بتاعه وبيهاجمها مره واثنين وثلاثه وقدر يثبت السيف بتاعها في الارض. وده لان قدره السيف بتاع كيرا انه بيضاعف وزن اي حاجه بيلمسها ومع كل ضربه الوزن بيتضاعف. وفي ذلك الوقت في المحكمه تقريبا هيناموري بتظهر وبتشوف الاعضاء ال 46 المقتولين وساعتها جين بيظهر وراها وبيقول لها تعالي ورايا في واحد عاوز يقابلك. بياخدها المكان وبيظهر قدامها ساسكي ايزن. قامت قايله له ايزن انت بجد ايزن؟ قال لها ايوه انا لسه حي. بتحضنه فبيقول لها شكرا على مساعدتك وقام قتلها. هيتسوجا بيوصل في الوقت دهوت وبيتصدم ان ايزن لسه عايش. ايزن قال له ما كنتش متوقع انك تيجي بسرعه بس مش مهم الخطه ماشيه زي ما انا مخطط. اول حاجه تقليل عدد الاعداء. هيتسوجا فهم ودخل بسرعه الاوضه وبيلاقي الجثه بتاعت هيناموري وقام قال لساسكي ايزن وجن من امتى وانتوا مع بعض؟ ايزن قال له من زمان جدا من ايام جن ما كان مساعد ليا. قال له يعني انت كنت بتخدعنا كلنا؟ ايزن قال له لا ما كنتش بخدع حد هم بس ما كانوش عارفيني. هيناموري كانت معجبه بيا عشان كده كان سهل التلاعب بيها. وساعتها هيتسوجا بيتعصب وبيستخدم البانكاي بينقض على ايزن وبيجمده. وفي الوقت ده بتوصل اونوهانا بس ايزن بيختفي من التلج وبيظهر من ظهر هيتسوجا وبضربه واحده بس بيقطعه. وبعد كده ساسكي ايزن بص لاونوهانا وقال لها عرفت منين المكان بتاعي؟ قالت له سهله المكان الوحيد المغلق هو المحكمه ولو انت لسه عايش فاكيد ده المكان الوحيد اللي ممكن تستخبى فيه. ساسكي ايزن قال لها احسنتي بس عندك غلطتين. اول غلطه اني ما جيتش هنا عشان استخبى. تاني حاجه اللي شفته ما كانش دميه دي كانت القدره الخاصه بالزامباكتو. الزامباكتو بتاعي القدره بتاعته بتعمل تنويم مغناطيسي كامل. قالوا له ازاي؟ الزامباكتو بتاعك بيستخدم الميه وبيعمل ضباب وانعكاسات. انت جمعت كل نواب القاده ووريتنا استخدام الزامباكتو. قال لهم انا عملت عليكم باستخدام الزامباكتو تنويم مغناطيسي كامل اقدر اخليكم تشوفوا اي حاجه زي ما انا عاوزها. وفي نفس الوقت اللي كانوا بيتكلموا فيه رينجي كان واخد روكيا وكان بيهرب فبيظهر قدامهم توسن وبينقلهم. وفي نفس اللحظه ايزن وجان هم كمان بيتنقلوا وكلهم بيروحوا عند السكيوكو. ساسكي ايزن قال لرينجي سيب روكيا مكانها وامشي انا محتاجها في موضوع. وساعتها اونوهاما امرت النائبه بتاعتها انها تتواصل مع القاده وكل البشر وتبلغهم بقدرات ايزن وخطته بالكامل. وفعلا بتعمل كده والخبر بيصدم الكل والقتال اللي بين ياماتو والقاده بيقف. وساعتها اتشيجو بسرعه بيتوجه للمكان اللي فيه روكيا. وفي نفس الوقت دوت رينجي بيرفض يسلم روكيا وبيهاجم ايزن بس ايزن وبايده بس قدر يوقف الهجمه واصاب رينجي. وساعتها ساسكي ايزن قام قايل له دي هي النهايه بتاعتك. بس قبل ما يقتله في اخر لحظه اتشيجو بيوصل وبيصد السيف بتاعه. وساعتها اتشيجو ورينجي وحدوا القوه بتاعتهم. رينجي بيمسك ايزن واتشيجو بيهاجمه لكن ايزن بيصد ضربته بصباع واحد وبيطعن اتشيجو بسيفه. قال له يا خساره كنت عاوز اقسمك نصين بس فشلت. وبعد كده ايزن اختفى وجه من ورا رينجي واصابه اصابه خطيره جدا. وبعد كده اتوجه لروكيا ومسكها. وساعتها اتشيجو بيكون مصاب ومش قادر يتحرك. ايزن قال له مهمتك انتهت يا اتشيجو انت عملت كل اللي انا عاوزه اقتحمت مجتمع الارواح وخليت جين يقابلك فما كانش قدامك الدخول الا بمساعده كوكاشيبا. دخولك خلى القاده يركزوا عليك فبقى عندي فرصه لتنفيذ خطتي. اتشيجو قال له عرفت منين اللي احنا هنوصل من البوابه اللي واقف عليها العملاق؟ ما في 3 بوابات غيرها. قال له لان هي دي البوابه اللي كان بيستخدمها كيسو.
كيسكي، وده اللي خلى اتشيجو يتفاجئ. ساسكي ايزن قال له اتفاجئت ليه؟ مش انت فعلا من اتباع كيسكي؟ مش انت جيت عشان ترجع روكيا زي ما كيسكي امرك؟ اتشيجو ما كانش فاهم اي حاجه. ساسكي ايزن قال له انا كده فهمت، كيسكي كان بيستغلك. تعرف ان في طريقه لزياده قوه الشينيجامي، تحول الشينيجامي لهولو وتحول الهولو لشينيجامي. لو الحائط اللي ما بينهم انكسر فده بيؤدي لقوه ضخمه. النظريه دهيت بدات ادرسها وعملت كتير من التجارب عشان اثبتها. اظهرت هولو اقوياء داخل مجتمع الارواح، وصنعت هولو بيقدر يسيطر على الشينيجامي، بس كل التجارب بتاعتي فشلت، والوحيد اللي قدر يلاقي طريقه كان كيسكي. صنع شيء يقدر بيه يحول الشينيجامي لهولو، والشيء ده اسمه هوجيوكو، اختراع عبقري في مجتمع الارواح، لدرجه ان كيسكي خاف من القوه بتاعته. حاول يدمره لكنه فشل، فقرر يختمه بان يدمجه في روح شخص ويصنع حاجز، والشخص ده كانت روكيا. لما عرفت الموضوع دهوت، روكيا كانت مختفيه في العالم الواقعي، وكيسكي كان مديها ماده بتوقف استرجاع القوه. كان بيخطط انها تفضل في العالم الواقعي للابد، كان عاوز يخليها جنبه عشان يقدر يخفي الهوجيوكو. عشان كده سيطرت على مجلس ال 46 وخليتهم يدوا امر بارجاعك. بس في الوقت دوت كومامرا بيوصل، بيهاجم بالسيف بتاعه، بس ايزن بيصدها بايديه. كومامرا قال له مش هسامحك عشان انت خنتنا. وبنعرف ان توسن هو كمان انضم لساسكي ايزن وجن، بس ايزن بحركه واحده قدر يهزم كومامرا وخلاها يقع على الارض. وبعد كده ساسكي ايزن مسك روكيا مره تانية وقام قايل لها انا تعبت لحد لما قدرت اوصل لك. سيطرت على المجلس وبعت رينجي وبياكيا عشان يرجعوكي، واصدرت امر باعدامك لان السوكيوكو بيدمر الروح، وساعتها مش هيفضل منك الا الهوجيوكو. بس لاني كنت عارف ان اتشيجو هيقدر ينقذك زيفت الموت بتاعي وفضلت مستخبي في قاعه ال 46. بس مش مهم، عندي طريقه تانية. وبيستخدم اداه بتمكنه انه يخترق الصدر بتاع روكيا، وسحب منها الهوجيوكو، وصدرها بيقفل من تاني ولا كأن حاجه حصلت. وقام قال لها دلوقتي مانيش محتاجك، وقام قال لجن اقتلها. بس قبل ما جن يقتلها بياكيا بيظهر وبياخد الضربه مكانها، وبينقض على ايزن يوراتشي وسوا فونج وبيثبتوه عشان مش يخرج السيف بتاعه. ورانجيكو بتظهر من ظهر جين وبتسحب منه السيف، وبيوصل باقي القاده وبيحاصروهم. بس اذ فجاه من فوقهم السماء بتنشق وبيخرج منها الاف الهولو، ووراهم عين ضخمه لشيء مجهول، وبيهبط ضوء على ايزن وجين وتوسن، والضوء بدا يسحبهم لفوق. حاولوا يوقفوهم بس ياماتو قال لهم مفيش فايده، الضوء دهوت بيستخدموا الهولو لمساعده اصدقائهم ومفيش طريقه نقدر نكسروا بيها. الظاهر كده الثلاثه دول الهولو معتبرينهم اصدقاء ليهم. وساعتها ايزن بيقلع النضاره وبيغير شكله وقام قايل وداعا للشينيجامي. المهم بعد كده فرق العلاج بتنتشر في كل مكان وبدات تعالج كل الجرحى، واللي من ضمنهم بياكيا، واللي بيقول لروكيا في حاجه عاوز اقولها لك. من 15 سنه مراتي ماتت وكانت شبهك. عارفه ليه؟ لان مراتي هي اختك، كانت عايشه في الاحياء الفقيره وكانت بترعاكي، بس في يوم قررت تسيبك لان الحياه صعبه، وانا بعد ما اتجوزتها هي فضلت تدور عليكي وطلبت مني قبل ما تموت اني ادور عليكي واحميكي. ماتت على ايدي، وفي السنه اللي بعديها قدرت الاقيكي وقررت اضمك للعائله برغم المعارضه اللي قابلتها من كل افراد العائله، لكني قررت اخالف القانون واضمك، واقسمت بعد كده اني التزم بقانون. عشان كده كنت عاوز انفذ حكم الاعدام عليكي، بس بعد ما قابلت اتشيجو اكتشفت ان انا كنت غلطان. وبعد مرور بعض الوقت بنعرف ان حكم الاعدام اللي على روكيا بيتلغي والشينيجامي بيسامحوا البشر، وروكيا بتعترف لكوكا شيبا بحقيقه اليوم اللي مات فيها اخوها كاين. بس كوكا سامحتها وقالت لها انا عمري ما كرهت الشينيجامي. وفي اليوم اللي هيرجع فيه اتشيجو البقيه للعالم الواقعي، اوكوتاكي بيدي لاتشيجو شاره بتسمى بشاره الشينيجامي البديل، هتديله تحذير واشاره لاي هولو يظهر، وبيها يقدر ينفذ المهمات بتاعه الشينيجامي. فاتشيجو بياخدها وهو فرحان، وبيدخلوا البوابه بيرجعوا لعالم البشر، واول واحد بيقابلهم هو كيسكي. كل واحد من اصدقاء اتشيجو بيرجع البيت بتاعه، بس كلهم كانوا خايفين ايه اللي ممكن ايزن يعمله. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وساسكي ايزن بيخطط لايه